يسعد مساكم بكل لغات العالم. إعداد الدكتور الإعلامي محمود حسن. برنامجنا حيخلينا نقرب لبعض أكتر ونحاول نلاقي كل الإجابات على الأسئلة اللي بتهمنا كلنا. موضوع اليوم: قوة الفن والثقافة في توحيد المجتمع. اليوم بدنا نحكي عن موضوع بيجمعنا كلنا كبشر، موضوع موجود جوانا من زمان وعبرنا فيه عن فرحتنا، حزننا، أملنا، حتى عن أحلامنا اللي ساعات كنا نخاف نحكيها. حلقتنا عن دور الفن والثقافة في توحيد المجتمع. تعرف انه لما بنسمع غنية ونحس ان لمسة قلبك، او لما تشوف لوحة فنية وتقعد تتأملها ساعات وتقول كيف هيدا الفنان قدر يعبر عن اللي جوا دماغي، او لما تقرأ كتاب وتلاقي نفسك بتعيش جواه كأنك واحد من أبطاله. هيدا هو الفن يا أصدقائي، وهيدي هي الثقافة اللي بتربطنا كإنسانية واحدة. تعرفوا إنه الثقافة بتخلي المجتمعات تقرب لبعضها، بتخلي أفكارنا تتلاقى بدل ما تتصادم. بوقتنا الحالي نحن منعيش في عالم مليان تحديات وصراعات، وبين كل هالأشياء بتلاقي انه الفن هو اللي قادر يمد ايده إلنا ويقول ما تخافوا، نحن ممكن نكون مع بعض رغم كل شيء. تعرفوا انه الثقافة بتخلي المجتمعات تقرب لبعضها، بتخلي افكارنا تتلاقى بدل ما تتصادم. اليوم بدنا نكتشف كيف ممكن الفن يبقى الجسر اللي بيربط بين ناس من خلفيات مختلفة وثقافات متعددة. بدنا نعرف كيف الثقافة تقدر تكون مصدر قوة، مش بس بالتعبير عن النفس، لكن كمان لتحسين حياتنا ونشر السلام وإحداث تغيير حقيقي في مجتمعاتنا. فكر معي، كم مرة سمعت قصة أو غنية من بلد غير بلدك وتأثرت فيها؟ كم مرة ضحكت أو بكيت على مشهد فيلم وانت غير فاهم اللغة، لكن حسيت كل اللي كانوا عايزين يقولوا؟ هيدا هو يا جماعة السحر الحقيقي للفن والثقافة. اليوم معنا ضيف مميز جدا، مشكورا شاعر الغربة الأول في سيدني أستراليا وأستراليا، الأستاذ الشرب البعيني. حيشاركنا قصته وتجاربه عن كيفية الفن والثقافة، كيف غيروا حياته وحياة الناس حواليه، وحنسمع منه عن المبادرات اللي استخدمت الفن كوسيلة لبناء جسور بين الناس، تجميعهم على كلمة واحدة حتى لو لغتهم مجتمعات مختلفة. أولا تحية لك والكل اللي عم يسمعونا. أنت بتعرفي يا عزيزتي الست نبيها حدارة قديش دعمت المشهد الثقافي والفني بأستراليا. نشرت عشرات الكتب إلي والغيري من الأصدقاء والأدباء والشعراء. كمان أنت بتعرفي قديش دعمت الفن المهجري وبعدني عم أدعمه. من كم شهر أصدرت أول ألبوم غنائي لوالدك الفنان قحطان حدارة، وألبوم للفنانة ميرنا نعمي. كمان كتبت أغاني كتيرة لفنانين مهجريين مثل الفنان اسماعيل فاضل والست هند جبران وريما الياس والياس المقدسي والشرب الصعب وناجح ملوك ووفاء صدقي وغيرهم وغيرهم. وبعده بيك عم بيلحن، هلا عم بيلحن أغنية جديدة، يعني يمكن يطلع له ألبوم تاني. واللي سهل من نشر أعمالنا الثقافية والفنية هي مواقع التواصل الاجتماعي
اللي صارت نعمة لكل أديب وشاعر وفنان تينشر أدبه وفنه للناس وين ما كان. وهون بلش الجواب على سؤالك، كيف لازم ندعم المشهد الثقافي والفني؟ أكيد مش بالدولار رغم أهميته، بل بالمشاركة. لو كل واحد شارك أعمالنا الثقافية والفنية على صفحته لحصدنا آلاف لبل الملايين من المشاهدات، ووصل فننا وأدبنا للعالم أجمع. بس للأسف هالشي ما صار، وصعب يصير، لأن كل واحد بيعتبر حاله حاكم زمانه. لكي ألف تحية، وللمستمعين الكرام وإلى اللقاء. أولا، بالنهاية لو عندك قصة أو تجربة مع الفن والثقافة حسيتي أو حسيت إن غيرت حياتك أو لمست حياتك، ابعت لنا وشاركنا حتى نعرف التجربة. أنا في النهاية منصدق إنه الفن هو اللغة اللي كلنا بنفهمها، معنا بها حدارة. إعداد الدكتور الإعلامي محمود حسن. تابعوا كل ما هو جديد معي عبر صفحتي الجديدة واسم البرنامج معنا بها حدارة.